مش كل البيوت بتتسكن، في بيوت بتتنسي. بيت واحد قدر يكسر عيلتين من غير ما يولع نار ومن غير ما يسيب خدش. النهاردة احنا ورا الحيطة قدام ذا إيميدفيل هاوس، بيت إيميدفيل. بس خلي بالك، القصة دي مش عن جن ولا لعنة ولا شياطين بتطير في الهواء. القصة دي عن بني آدم صحي في نص الليل وضميره مصحيش معاه. وما تنساش إن ورا كل حيطة في صوت، ورا كل قصة في سر. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة. اقفل النور والبس السماعات وخليني أخدك في رحلة ورا الحيطة. سنة 1974 في نيويورك، بلد هادية اسمها إيميدفيل. ليل تقيل، مفيش صوت غير النفس، وبيت شكله عادي، باب أبيض وشبابيك مقفولة. جوه البيت ده فيه أب وأم وأطفال نايمين، وكانت آخر نومة في حياتهم. وفي الساعة اللي الزمن بيقف عندها، الفجر، الساعة 3:15. وابن من الأطفال دي اسمه رونالد يقوم من سريره مش مفزوع ولا حتى متلخبط ولا متردد، كأن حد صحاه وقال له دلوقتي. يمسك السلاح ويمشي في البيت بخطوات هادية، خطوات واحد عارف هو رايح فين. أوضة الأب، وهنا تبدأ أول طلقة والسقف بيتغرق بالدم. وبعدها يجي دور الأم، نفس الهدوء ونفس الطلقة. والأطفال واحد ورا التاني وكلهم نايمين على بطنهم، ولا واحد اتحرك ولا واحد صرخ. 6 طلقات نار في بيت واحد، والبيت كان ساكت، سكات مش طبيعي، سكات كأن الحيطان بلعت الصوت. ولما الشرطة دخلت حسوا ان في حاجة غلط. الجثث نفس الوضعية، نفس الاتجاه، كأن حد ظبطهم بنفس الشكل قبل ما يقتلهم. حتى ما كانش فيه أي مقاومات ولا صريخ ولا حتى الجيران سمعوا أي حاجة. رونالد اتقبض عليه. في الأول قال حد دخل البيت، وبعد شوية سكت وقال جملة لحد النهاردة محدش نسيها: سمع أصوات بتؤمر، بتزن، بتقول العيلة دي لازم تموت. ناس قالت مجنون وناس قالت كذاب، والمحكمة حكمت واتحبس والقصة خلصت. لكن ظاهريا البيت اتساب واتقفل لحد ما سنة عدت. عيلة جديدة قررت تشتريه، جورج ومراته وأولادهم. عيلة عادية، مش بيدوروا على رعب، بيدوروا على بيت. السعر كان رخيص قوي علشان في تاريخ. قالوا احنا مش بنخاف. أول يوم عادي وتاني يوم عادي، بس من أول ليلة البيت ابتدى يبان برد غريب، مش برد شتاء، برد يخش في العظم ويقعد. ريحة وحشة تطلع فجأة وتختفي كأنها بتهزر. أبواب تتفتح مش بعنف ولكن بكل هدوء، يخليك تتمنى تكون اتكسرت. جورج كان بيصحى كل ليلة من غير سبب في نفس التوقيت، الفجر، الساعة 3:15. يقعد على السرير مفتح عينه، حاسس ان في حد واقف وبيعدي عليه. الأب ابتدى يتغير، عصبية، حدة، نوبات غضب من ولا حاجة. ويقعد بالساعات في القبو. قبو كان نفس المكان اللي القاتل القديم بيحب يقعد فيه. قاعد يبص في الضلمة، مش مستني حاجة، كأن الضلمة هي اللي مستنياه. والأم كانت بتحلم بكوابيس مش بتاعتها، دم، صرخات وأصوات أطفال بتنادي باسمها. الأطفال قالوا إنهم شايفين بنت صغيرة واقفة بتضحك، ودايما بتكون موجودة ولكنها مش مخيفة. وفي ليلة الحي كله صحي، الشبابيك مفتوحة في عز التلج، وبره أثار رجلين في التلج، والأثار جاية من بره لجوه البيت. مفيش ولا أثر طالع. البيت كأنه بيستقبل حد. جورج ابتدى يحلم إنه بيأذي، يضرب، يكسر، يمسك فاس ويقف قدام عيلته، ويصحى مخضوض مش علشان الحلم، علشان إحساسه إنه كان صاحي. العيلة حاولت تستحمل، قالوا ضغط، خوف، أوهام. بس في ليلة البيت قفل عليهم والأصوات عليت، إحساس إن الحيطان بتقرب، بتضغط وبتزن. العيلة ما لمتش شنط وما فكرتش،
هم جريوا، سابوا البيت والعفش والذكريات كلها، خرجوا وما بصوش وراهم وقالوا جملة واحدة بس زي لعنة: البيت كان عايزنا. من اليوم ده أميدفيل بقت أسطورة. ناس قالت كذب، قالت تمثيل، قالت جن، بس في حقايق ما اتغيرتش. جريمة حصلت، سكات مش طبيعي، بيت واحد كسر عيلتين من غير ما يلمسهم. البيت لسه موجود وناس ساكنة فيه بيقولوا عادي، بس كل اللي عدى من قدامه قال نفس الإحساس. المكان تقيل، كأن الحيطان شافت وسمعت وما نسيتش. والسؤال اللي يفضل يخبط في دماغك: لو بيت قدر يخلي إنسان يقتل عيلته وقدر يغير إنسان تاني وهو صاحي، يبقى المشكلة مش في الجن، المشكلة إن في أماكن بتشرب اللي حصل فيها وبتستناه من اللي بعده. ولو دخلت بيت زي ده، مش السؤال هتطلع إمتى، السؤال الحقيقي هو أنت فعلا هتطلع منه؟ ودي كانت نهاية حلقتنا. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل صرخة جديدة من ورا الحيطة. أنا رحمة السروجي وده بودكاست ورا الحيطة.